رحل إذن زعيم جبهة بوليزاريو محمد عبد العزيز، شخصية كبيرة، قامة مهمة، علاقة متطورة مع الجزائر منذ سنوات طويلة. الآن باعتقادك هل سيحدث فراغ ما في جبهة بوليزاريو أم أن يعني شخصيات في حجم محمد ولد عبد العزيز موجودة ومتوفرة في الساحة الصحراوية؟ ما أنا أعرفه شخصيا وعلاقتي معه جيدة ونتواصل معه دائما ونزوره في المخيمات ونلتقي معه في المؤتمرات والندوات الدولية بأوروبا وفي إفريقيا وغيرها من المناطق. وأعرف منظور الشعب الصحراوي إليه هو قوته أنه اندمج مع الشعب الصحراوي، عاش معهم في خيمة ويأكل نفس الأكل الذين يأكلوه ويعيش نفس المعيشة ويعيش في نفس الصعوبات الطبيعية التي يعيشها اللاجئين نتيجة الحرارة الشديدة ونتيجة كذلك الأشياء، لأن بحكم أنهم لاجئين، ولكن كان يعيش معهم يوميا ولدرجة أنه اندمج معهم ويزورهم ويزورونه. هذا من الجانب الاجتماعي. الجانب السياسي أنه لم يخلق زعامة الفردية، لم يكن زعيم فردي، لا، خلق قيادة لجبهة البوليزاريو وقيادة للجمهورية العربية الصحراوية. وبالتالي أنا أتصور سواء على المستوى الشعبي أو المستوى السياسي، النخبة السياسية في القردك، أنه سوف تكون محمد عبد العزيز متمثلة في أي شخص يخلفه لاحقا. طيب، يعني الآن الحقيقة هذا الملف ظل طويلا محل أدراج المؤسسات الدولية، وأيضا موجود على طاولات القيادة في الجزائر والمغرب دون حلحلة حقيقية. هل نتوقع في السنوات القادمة بأن التعاطي كان من جانب المغرب أو من جانب الجزائر قد يختلف في ظل قيادة جديدة باعتقادك؟ أنا أولا سؤالك فيه فخ، يعني أنا ما أدري لماذا أدرجت الجزائر. هنا القضية قضية تصويت استعمار وقضية شرعية دولية، وبالتالي لماذا لا تقول جنوب افريقيا؟ لماذا لا تقول فنزويلا؟ لماذا لا تقول مثلا السويد، بريطانيا؟ يعني هل هذا كلهم ثاني كذلك طرف؟ لا دكتور دبش، يعني الحقيقة واضح بأن العنصرين أو الدولتين الرئيسيتين في هذا الملف واضح بأنها المغرب والجزائر، يعني هذا الأمر ليس سرا أبدا. ليس واضحا، هذه في أذهان الإعلام الغربي والإعلاميين بصفة عامة. الحقيقة أن هناك موضوع تصفية استعمار في اللجنة الرابعة، والجزائر ما إلا هي إحدى أطراف هذه الدول. صحيح أن الجزائر وموريتانيا بحكم جوارهم للصحراء الغربية طبعا لهم اهتمام بجانب التطورات الأمنية والاستقرار في المنطقة، وبالتالي لا يمكن أبدا أن تكون الجزائر غير مبالية بالموضوع. لكن الأصل في المشكل هو أن الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم لا تعترف بأن المغرب الصحراء الغربية للمغرب عندما تعقد اتفاقية. طيب، يعني نحن نعود متى كنا نعود إلى شهادات الأجنبية، كانت أمريكية أو غربية أو غيرها. هذه أرض عربية ويفترض أن تحل بالتراضي بين الجزائر والمغرب، وربما تساهم موريتانيا أيضا في إيجاد حل. أتكلم على أن القضية ليست الغلط في مفهوم الإعلام الغربي بصفة عامة أو الإعلام بالغرب أو الإعلام العربي، أن قضية الصحراء الغربية هي السبب في العلاقات الغير جيدة مع المغرب. هذا غلط، لأن المغرب اعتدى على الحدود الجزائرية في 63، وقضية المغرب الصحراء الغربية لازم تكون مطروحة أصلا. طيب، يعني على كل حال أنا لا أستطيع الحقيقة أن أتفهم أن اعتداء بين ظفرين حصل في الستينات ما يزال أثاره إلى يوم الناس هذا. يعني هناك لا أنا ما أقصد مياه عديدة صارت تحت الجسور المغربية والجزائرية. يا أستاذ، ما تفهمش كما تحب. أنا قلت لك أن قضية الصحراء الغربية لم تكن موجودة في 63، وكانت العلاقات غير جيدة لأن المغرب يريد أن يتوسع في الأراضي الجزائرية في تندوف وفي بشار وغيرها، وبالتالي موضوع الصحراء الغربية لا علاقة له بالعلاقات الجزائرية المغربية، بل العلاقة هي ما بين أن المغرب عنده منظور توسعي
في المنطقة بما في المغرب حتى لم يعترف بموريتانيا حتى سنة 69، يعني 9 سنوات من استقلال موريتانيا فقط حتى ضغطت عليه الدول الافريقية والدول الغربية اعترف بموريتانيا في 69. إذا طيب يا دكتور، على كل حال إذا ظللنا هكذا نقول بأن الصحراء لا علاقة لها بتوتر العلاقة الجزائرية المغربية، فإننا يعني ندس رقابنا وأعناقنا في الرمال كما يقال. يعني الواقع أن لا أستاذ، إذا كان بهذا الموضوع جنوب أفريقيا لها نفس الموقف القوي للجزائر في تصفية الاستعمار. كينيا، نيجيريا، يا سيدي هذه أرض عربية، وما علاقة كينيا وجنوب أفريقيا؟ أنا لا أدري ماذا تحشر في هذه الدول. يا أستاذ تتكلم عن العرب دول الخليج أمس يتخذها في مواقف ضد الشعب الصحراوي. طيب على كل حال هذا يعني نعود إلى الموضوع الرئيسي. طيب نعود يا سيدي إلى هذه الأرض التي تراها أنت جمهورية مستقلة ويراها المغرب جزء منه. الآن مع وجود قيادة جديدة، اسمح لي نعطيك أن المغرب يعترف بأن الصحراء الغربية ليست مغرب. أولا أنه قسمها مع موريتانيا، يفترض أنه لا يقتسم الأرض مع موريتانيا في اتفاقية مدريد. أنه بنى الحائط الذي يقسم الصحراء الغربية إلى قسمين، يفترض أنه لا يقسمها ما دام يقولوا أن هذا أنه حتى موضوع الحكم الذاتي الذي ينادي به المغرب هو اعتراف بأن الصحراء الغربية جزء منفصل عن المغرب. إذا خلينا نكون منطقيين في الموضوع، هذه المعادلة. حتى موضوع الشرعية الدولية، المغرب كان من أكبر الدول الذي ينادي بالشرعية الدولية وتطبيق حق الشعب الصحراوي في التقرير المصيري حتى 74. إذا الموضوع واضح، ما تطلبش. طيب واضح. إذا لمن تعود هذه الأرض؟ الأرض للشعب السحيق يرحمه والذهب تاريخا وواقعا ولمبدأ الحدود الموروثة على الاستعمار. طيب وما علاقة الجزائر بذلك؟ إذا لماذا لا ينأى بنفسه جانبا الجزائر؟ الجزائر هي تدعم الشرعية الدولية مثل جنوب أفريقيا وبريطانيا. يعني الجزائر ما شاء الله عليها داعمة للشرعية الدولية، لماذا لا تستميت مع الشعب الفلسطيني إذا كانت داعمة للشرعية الدولية؟ لماذا تستميت مع الصحراويين ولا تفعل ربع كلمة مع الفلسطينيين؟ الجزائر أكبر دولة في العالم العربي والعالم الإسلامي باعتراف الفلسطينيين. وأسأل وأنت يبدو لنا معلوماتك ناقصة أن الجزائر أكبر دولة تدعم القضية الفلسطينية هي الجزائر. اللحظة في الوقت الذي العرب يحارب يا دكتور دبش، لا نريد أن ننبش في السلوك في بعض الممارسات، لأن هناك جزائريون أرادوا أن يتظاهروا فمنعوا من التظاهر وهم يتظاهرون مع غزة ومع فلسطين. لا نريد على كل حال أن نعود إلى بعض المسائل. نعم. أنت تغلط في المستمع يا رجل مشاهد. أنت للأسف الشديد تتكلم مع أستاذ. أنا لا أراهن بمصداقيتك يا أستاذ من أجل التغليط. أنا أقول لك الجزائر من أكبر دولة عربية في الوقت الذي الدول الخليج يغررون بحماس وتذهب لتضرب الدولة الوطنية في سوريا. يا رجل خلينا من الموضوع هذا. الجزائر حاربت في 67، حاربت في 73، هي التي أسست الدولة الفلسطينية في 88، هي التي أسست منظمة التحالف الفلسطينية، هي اللي الثورة الفلسطينية انطلقت في 65 من الجزائر. خلينا نكون منطقيين يا رجل. الواقع أنت بعيد عن الواقع نهائيا ولا تعرف ولا شيء عن الموقف الجزائري. طيب على كل حال أنا ما أعلمه. ما تعلمه غلط. لا تغلط المشاهد. أنا أقول لك الحقيقة. الجزائر هي التي تكوين الدولة الفلسطينية تم في 88 في الجزائر. منظمة التحالف الفلسطينية تمت في الجزائر. مصالحة فلسطينية. طيب على كل حال هذا الذي أشرت إليه كله من الماضي. نحن نتحدث عن الدولة الجزائرية الآن. نعم الحاضر اللحظة. أمس كان عندنا وزير الخارجية الفلسطيني هنا وأخذ الدعم المطلق من طرف السيد رئيس الجمهورية هنا بالجزائر. طيب. أمس قبل أسبوع، يعني قبل 10 أيام. ماذا تريد؟ طيب على كل حال لأنه انحرف الآن الحوار، دعني أختم معك بسؤال أخير حول الصحراء، لأنه موضوعنا الصحراء الحقيقة وليس فلسطين. الصحراء الغربية يا رجال، الصحراء الغربية. أمريكا تقول الصحراء الغربية، الأمم المتحدة أنت إذا تعترف بالشرعية الدولية يقولوا وسترن صحراء. They don't say صحراء is everywhere. وسترن صحراء. طيب وإذا قلنا الصحراء المغربية أيضا يسيء للاسم، يعني يكون خطأ؟ هذا حكم. أنا أتكلم عن الصحراء الغربية كمصطلح في الشرعية الدولية. إذا تم بالشرعية الدولية طبعا، إذا ما تمش هذه حاجة اللجنة الرابعة. طيب دعنا نقول الصحراء حتى لا نغضب أحد. يعني على كل حال اعتبره أنت اسم ناقص. مطلوب أنك تلتزم بالشرعية الدولية فقط. الشرعية الدولية يا سيدي، الشرعية الدولية إذا كانت هناك شرعية دولية هناك مناطق عديدة تحتاج إلى شرعية دولية، فدعنا لا نتمسك. أتفق معك. الازدواجية في تطبيق الشرعية الدولية نعم،
تسرعوا لفصل السودان، لانفصال السودان لانه يخدم المصالح الغربيه، ولا يتسرعون في تنفيذ الريفيرندوم الاستفتاء في الساحه الغربيه والقضيه الفلسطينيه، لانها قضايا تخدم التوتر في المنطقه ولا يريدون الاستقرار في هذه المنطقه. اتفق معك في هذا طبعا. طيب على كل حال، اذا في النهايه بان ذهاب زعيم ومجيء زعيم لن يغير فيما يبدو لن يغير، وسوف ترى أن الذي يخلفه يكون أقوى عزيمة، لأن الذي يؤثر فيه هو الشعب الصحراء الغربية، سواء في الأراضي المحتلة أو في المخيمات. والشعب الصحراوي كله، هل تتصور شعب يعيش في 200,000 صحراوي يعيشون في المخيمات في 40 سنة أو 45 سنة، يتراجعون غدا ويذهبون إلى لا أبدا. أنت تعرف هذا، لكن الشيء الذي يجب تفهمه كإعلاميين أنا عندما أتخذ موقف مع الصحراء الغربية كأستاذ محلل، أن الشعب المغربي أخي والنخب المغربية اخواننا، ونغير على استقرار المغرب ونغير على الشعب المغربي، حتى نقول لهم ان المغرب يستعمل في قضية الصحراء الغربية لحل مشاكل والقيادة المغربية اخوانكم ايضا، يعني لماذا تفصل في الاخوة؟ نعم، النظام على اعتقادي ان هناك عناصر في النظام المغربي لا تخدم تسوية القضية، لان تبقى هكذا حتى يسرقون اموال الفوسفات وغيرها. اذا تم تسوية القضية وفق الشرع الدولية، وهذا قالها ادريس البصري وزير الداخلية رحمه الله، قالها في موضوع في السبعين، لا أدري التاريخ حتى ما نغلطش. على كل حال دكتور دبش، يعني واضح بأنك متحدث جيد باسم الحكومة الجزائرية، ومن حقي انا اتكلم. انا اذا ما تامنش بالمعطيات سميني وش تحب. لا على كل حال المعطيات نحن نستمع لاكثر من جهه، واعذرني في ذلك، يعني سنستمع لاحقا لمتحدث ايضا مغربي، ومن حقي ان اعبر عن وجهه نظره المغربيه، ولكن امل ان الجزائر يكون حريص على سبته ومليله بنفس حرصه على مناطق اخرى. واتمنى المغرب كذلك يكون حريص على سبته ومليله بدل ما يذهب يحتل الصحراء الغربيه. طيب على كل حال الدكتور اسماعيل دبش، سعدنا بالحوار معك أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كنت معنا من الجزائر، شكرا جزيلا لك. رحل إذن زعيم جبهة بوليزاريو محمد عبد العزيز، شخصية كبيرة، قامة مهمة، علاقة متطورة مع الجزائر منذ سنوات طويلة. الآن باعتقادك هل سيحدث فراغ ما في جبهة بوليزاريو، أم أن يعني شخصيات في حجم محمد ولد عبد العزيز موجودة ومتوفرة في الساحة الصحراوية؟ ما أنا أعرفه شخصيا وعلاقتي معه جيدة، ونتواصل معه دائما ونزوره في المخيمات ونلتقي معه في المؤتمرات والندوات الدولية بأوروبا وفي إفريقيا وغيرها من المناطق، وأعرف منظور الشعب الصحراوي إليه. هو قوته أنه اندمج مع الشعب الصحراوي، عاش معهم في خيمة، ويأكل نفس الأكل الذي لا يأكلوه، ويعيش نفس المعيشة، ويعيش في نفس الصعوبات الطبيعية التي يعيشها اللاجئين نتيجة الحرارة الشديدة ونتيجة كذلك الأشياء، لأن بحكم أنهم لاجئين، ولكن كان يعيش معهم يوميا، ولدرجة أنه اندمج معهم ويزورهم ويزورونه. هذا من الجانب الاجتماعي. الجانب السياسي أنه لم يخلق زعامة الفردية، لم يكن زعيم فردي، لا، خلق قيادة لجبهة البوليزاريو وقيادة للجمهورية العربية الصحراوية. وبالتالي أنا أتصور سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى السياسي، النخبة السياسية في القردك، أنه سوف تكون محمد عبد العزيز متمثلة في أي شخص يخلفه لاحقا. طيب، يعني الآن الحقيقة هذا الملف ظل طويلا محل أدراء، أو قسمها مع موريتانيا. يفترض أنه لا يقتسم الأرض مع موريتانيا في اتفاقية مدريد، أنه بنى الحائط الذي يقسم الصحراء الغربية إلى قسمين، يفترض أنه لا يقسمها ما دام يقولوا أنها لا، أنه حتى موضوع الحكم الذاتي الذي ينادي به المغرب هو اعتراف بأن الصحراء الغربية جزء منفصل عن المغرب. إذا خلينا نكون منطقيين في الموضوع، هذه المعادلة
حتى موضوع الشرعيه الدوليه. المغرب كان من اكبر الدول الذي ينادي بالشرعيه الدوليه وتطبيق حق الشعب الصحراوي في الانتقال المصيري حتى 74. اذا الموضوع واضح ما يتطلبش. طيب واضح. اذا لمن تعود هذه الارض؟ الارض للشعب السحيق يرحمه والذهب تاريخا وواقعا ولمبدا الحدود الموروثه على الاستعمار. طيب وما علاقه الجزائر بذلك اذا؟ لماذا لا ينأى بنفسه جانبا الجزائر؟ الجزائر هي تدعم الشرعيه الدوليه مثل جنوب افريقيا وبريطانيا يعني الجزائر ما شاء الله عليها داعمه للشرعيه الدوليه، لماذا لا تستميت مع الشعب الفلسطيني اذا كانت داعمه للشرعيه الدوليه؟ لماذا تستميت مع الصحراويين ولا تفعل ربع كلمه مع الفلسطينيين؟ الجزائر أكبر دولة في العالم العربي والعالم الإسلامي باعتراف الفلسطينيين، وأسأل وأنت يبدو لنا معلوماتك ناقصة أن الجزائر أكبر دولة تدعم القضية الفلسطينية هي الجزائر اللحظة في الوقت الذي العرب يحارب. يا دكتور دبش، لا نريد أن ننبش في السلوك في بعض الممارسات، لأن هناك جزائريون أرادوا أن يتظاهروا فمنعوا من التظاهر وهم يتظاهرون مع غزة ومع فلسطين. لا نريد على كل حال أن نعود إلى بعض المسائل. نعم. أنت تغلط في المستمع يا رجل مشاهد. أنت للأسف الشديد تتكلم مع أستاذ. أنا لا أراهن بمصداقيتك يا أستاذ من أجل التغليط. أنا أقول لك الجزائر من أكبر دولة عربية في الوقت الذي العرب الدول الخليج يغررون بحماس وتذهب لتضم الدولة الوطنية في سوريا. يا رجل خلينا من الموضوع هذا. الجزائر سبب في العلاقات الغير جيدة مع المغرب. هذا غلط، لأن المغرب اعتدى على الحدود الجزائرية في 63 وقضية المغرب الصحراء الغربية لازم تكون مطروحة أصلا. طيب يعني على كل حال أنا لا أستطيع الحقيقة أن أتفهم أن اعتداء بين ظفرين حصل في الستينات ما يزال أثاره إلى يوم الناس هذا. يعني هناك مياه عديدة صارت تحت الجسور المغربية والجزائرية. ما تفهمش كما تحب. أنا قلت لك أن قضية الصحراء الغربية لم تكن موجودة في 63 وكانت العلاقات غير جيدة، لأن المغرب يريد أن يتوسع في الأراضي الجزائرية في تندوف وفي بشار وغيرها، وبالتالي موضوع الصحراء الغربية لا علاقة له بالعلاقات الجزائرية المغربية، بل العلاقة هي ما بين أن المغرب عنده منظور توسعي في المنطقة بما في المغرب حتى لم يعترف بموريتانيا حتى سنة 69، يعني 9 سنوات من استقلال موريتانيا فقط حتى ضغطت عليه الدول الافريقية والدول الغربية واعترف بموريتانيا في 69. طيب يا دكتور على كل حال إذا ظللنا هكذا نقول بأن الصحراء لا علاقة لها بتوتر العلاقة الجزائرية المغربية، فإننا يعني ندس رقابنا وأعناقنا في الرمال كما يقال. يعني الواقع أن لا إذا كان بهذا الموضوع جنوب أفريقيا لها نفس الموقف القوي للجزائر في تصفية الاستعمار. كينيا، نيجيريا، يا سيدي هذه أرض عربية، وما علاقة كينيا وجنوب أفريقيا؟ أنا لا أدري ماذا تحشر في هذه الدول. يا أستاذ تتكلم عن العرب دول الخليج أمس يتخذون في مواقف ضد الشعب الصحراوي. طيب على كل حال هذا يعني نعود إلى الموضوع الرئيسي. طيب نعود يا سيدي إلى هذه الأرض التي تراها أنت جمهورية مستقلة ويراها المغرب جزء منه. الآن مع وجود قيادة جديدة. اسمح لي نعطيك أن المغرب يعترف بأن الصحراء الغربية ليست مغرب. أولا النبت في 67 حاربت في 73 هي التي أسست الدولة الفلسطينية في 88 هي التي أسست منظمة التحالف الفلسطينية هي اللي الثورة الفلسطينية انطلقت في 65 من الجزائر. خلينا نكون منطقيين يا رجل. الواقع أنت بعيد عن الواقع نهائيا ولا تعرف ولا شيء عن الموقف الجزائري. طيب على كل حال أنا ما أعلمه. ما تعلمه غلط. لا تغلط المشاهد. أنا أقول لك الحقيقة. الجزائر هي التي تكوين الدولة الفلسطينية تم في 88 في الجزائر. منظمة التحالف الفلسطينية تمت في الجزائر. مصالحة فلسطينية. طيب على كل حال هذا الذي أشرت إليه كله من الماضي. نحن نتحدث عن الدولة الجزائرية الآن. نعم الحاضر اللحظة. أمس كان عندنا وزير الخارجية الفلسطيني هنا وأخذ الدعم المطلق من طرف السيد رئيس الجمهورية هنا بالجزائر. طيب. أمس قبل أسبوع يعني قبل 10 أيام. ماذا تريد؟ طيب على كل حال لأنه انحرف الآن الحوار، دعني أختم معك بسؤال أخير حول الصحراء، لأنه موضوعنا الصحراء الحقيقة وليس فلسطين. الصحراء الغربية يا رجال. الصحراء الغربية أمريكا تقول الصحراء الغربية، الأمم المتحدة أنت إذا تعترف بالشرعية الدولية يقولوا وستر الصحراء. They don't say Sahara is everywhere. وستر الصحراء. طيب وإذا قلنا الصحراء المغربية أيضا يسيء للاسم،
يعني يكون خطأ؟ هذا حكم انا اتكلم عن الصحراء الغربيه كمصطلح في الشرعيه الدوليه. اذا تم بالشرعيه الدوليه طبعا، اذا ما تمش هذه حاجه اخرى. اللجنه الرابعه. طيب دعنا نقول الصحراء حتى لا نغضب احد، يعني على كل حال اعتبره انت اسم ناقص. الصحراء مطلوب انك تلتزم بالشرعيه الدوليه فقط. الشرعيه الدوليه يا سيدي، الشرعيه الدوليه اذا كانت هناك شرعيه دوليه، هناك مناطق عديده تحتاج الى شرعيه دوليه، فدعنا لا نتمسك. اتفق معك الازدواجيه في تطبيق الشرعيه الدوليه. نعم، تسرعوا لفصل السودان، لانفصال السودان لانه يخدم المصالح الغربيه، ولا يتسرعون في تنفيذ الريفيرندوم الاستفتاء في الصحراء الغربيه والقضيه الفلسطينيه، لانها قضايا تخدم التوتر في المنطقه ولا يريدون. المؤسسات الدوليه وايضا موجود على طاولات القياده في الجزائر والمغرب دون حلحله حقيقيه. هل نتوقع في السنوات القادمة بأن التعاطي أكان من جانب المغرب أو من جانب الجزائر قد يختلف في ظل قيادة جديدة باعتقادك؟ أنا أولا سؤالك فيه فخ، يعني أنا ما أدري لماذا أدرجت الجزائر. هنا القضية قضية تصفية استعمار وقضية شرعية دولية، وبالتالي لماذا لا تقول جنوب افريقيا؟ لماذا لا تقول فنزويلا؟ لماذا لا تقول مثلا السويد، بريطانيا؟ يعني هل هذا كلهم ثاني كذلك طرف؟ لا دكتور دبش، يعني الحقيقة واضح بأن العنصرين أو الدولتين الرئيسيتين في هذا الملف واضح بأنها المغرب والجزائر، يعني هذا الأمر ليس سرا أبدا. ليس واضحا، هذه في أذهان الإعلام الغربي والإعلاميين بصفة عامة. الحقيقة أن هناك موضوع تصفية استعمار في اللجنة الرابعة، والجزائر ما إلا هي إحدى أطراف هذه الدول. صحيح أن الجزائر وموريتانيا بحكم جوارهم للصحراء الغربية طبعا لهم اهتمام بجانب التطورات الأمنية والاستقرار في المنطقة، وبالتالي لا يمكن أبدا أن تكون الجزائر غير مبالية بالموضوع. لكن الأصل في المشكل هو أن الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم لا تعترف بأن المغرب الصحراء الغربية للمغرب عندما تعقد اتفاقية. طيب يعني نحن نعود متى كنا نعود إلى شهادات الأجنبية، كانت أمريكية أو غربية أو غيرها. هذه أرض عربية ويفترض أن تحل بالتراضي بين الجزائر والمغرب، وربما تساهم موريتانيا أيضا في إيجاد حل. أتكلم على أن القضية ليست الغلط في مفهوم الإعلام الغربي بصفة عامة، أو الإعلام بالغرب أو الإعلام العربي، أن قضية الصحراء الغربية